مع الحكم، يعني تصرف غير رياضي ما كناش نتوقعوا فيه، ولكن يبقى هو معروف مورينيو بهذه الاشياء هذه. ولكن انا ضد يعني هذه تقول لي اليوفا راح تعاقب، وانتم شكون يعاقبكم؟ يعني هاد اليوفا هذوما غير هما اللي يعاقبوا، واحد ما يعاقبهم هما، يعني ضربه جزاء شرعيه الفار ما شافاش والحكم ما شافاش. نعم، ومشاكل التحكيم مستمرة في القارة الأوروبية، وحتى تدخل العلم الحديث وتقنية الفار لم يجدي نفعا. نشاهد أخطاء كارثية في مباريات نهائية مثل هذه تؤثر على اللاعبين وعلى المدربين وحتى على الأنصار، وتفقدهم أعصابهم، مما يدفعهم لسلوكات غير طبيعية وغير حضارية. إلى بكاء ديبالا بعد خسارة النهائي. ديبالا قال بأني بكيت من أجل روما، هذا الولد الصغير الذي حمل على كتفيه أحلام الجمهور الروماني، لم يستطع فعل أي شيء مع نهاية المباراة، وخرج بهذه الدموع مكسور الخاطر. منذ مجيء ديبالا إلى فريق روما يقدم في مستويات كبيرة محمد. المستوى اللي ما شفناهش في ديبالا في فريق جوفنتوس شفناه، يعني فجر كامل الطاقة تاعو في فريق روما، أصبح اللاعب رقم واحد في هذا الفريق، خاصة مع قدوم المدرب مورينيو اللي أعطاه هذيك حرية اللعب في وسط الميدان، تسجيل أهداف، إعطاء الكرات، أعطى لهم دافع كبير. يعني مورينيو اللي أعطى دافع كبير لهذا اللاعب وأعطى له هذيك الثقة. نشوفوا أن ديبالا محمد مستاء بطبيعة الحال، خسر نهائي على باله، يعني ليس كل سنة تلعب نهائي كهذا. لو أخذوا النهائي هذا محمد كان راح يدخلوا في التاريخ، نهائي كأس المؤتمرات ثم نهائي هذا الكأس الأوروبي، الكأس الأوروبية. هذا شيء يعني جد طبيعي أنه يعني ولاعب صغير لاعب شاب وين أخذ كأس العالم، لو زاد خدا هذا الكأس محمد راح يكونوا عنده في ظرف عامين عنده 3 تتويجات من طراز جد عالي. شيء يعني تفهم يعني لماذا هذا البكاء لديبالا. هل قتل مانشيني حلم روما بتسجيله الهدف العكسي ميدو في شباك فريقه؟ الهدف العكسي كان ما عنده ما يدير، لأنه الكرة كانت جات سونتر تير قوي وكانت تجاوز سمولينغ، وحتى هو فاجأته ما كانش قادر يغير من وضعية الجسم ديالو لأنه كان يجري نحو المرمى. الهدف هذاك هدف تعادل، حتى هدف تعادل كان كما يقول لك عادل، لأنه كان فترة ضغط كبير جدا من نادي إشبيليا، كان ضغط لحوالي ربع ساعة منذ بداية الشوط الثاني، ويضغط إلى غاية هدف تعادل. ومانشيني هو دفع على القبة على أنه يتحمل. مانشيني هو اللي ساهم في هدف روما بتمريرته الحاسمة، ثم هو الذي أعاد إشبيليا إلى المباراة. طبعا محنوياته كانت في الحضيض مع نهاية المباراة. نعم أكيد، لا صعب أنه نهائي كبير هكذا تسجل ضد مرماك، لكن ما أردت قوله بأنه اللي شاهد النهائي اونتيرمو، يعني 120 النهائي كان إلى غاية ركلات الجزاء، استمر حتى 12:05، بدأوا 3 ساعات وأكثر. نعم ميدو، لا يمكن إلقاء مستوى دوري أبطال أوروبا هذا النهائي. لا يمكن إلقاء اللوم الكامل على مانشيني. هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في تتويج إشبيليا، من بينها الحارس المغربي ياسين بونو، 3 تصديات حاسمة أثناء المباراة. لا حتى خلال المباراة حدتها محمد في 120 دقيقة كان بونو يعني حارس ذو مستوى عالي، وزيد في ضربات الجزاء. يعني نعرفوه بونو هو سبيساليست في ضربات الجزاء، هو اللي خلى سي في باش تفوز بهذا الكاس. هل بونو والحكم هما السببان الرئيسيان في خسارة روما للقب؟ لا بونو وليس الحكم. الأداء الضعيف للحكم وتغاضيه عن تصفير ركلة جزاء بعد لمسة فرناندينيو. كان يقدر يصفر ضربة جزاء وما يسجلوهاش محمد، ولكن نقول بونو هو اللي خلى سيفي تفوز بكأس أوروبا. سيفيا أو إشبيليا يفوز باللقب السابع منذ عام 2006، يعني متخصص في التخصص. إشبيليا هذه الكأس تحبه ولا تريد مفارقته. الإحصائيات محمد هي اللي تتكلم على هذا النادي، وين شفناه يعني في وقت أوناي أمري محمد، وين يعني أخذ الكثير من هذه الكؤوس كأس الأوروبية. فريق متوازن محمد، فريقا دائما ما يمتع من ناحية التقنية. دائما كي نشوفوا مباراة سيفي برشلونة أو سيفي ريال مدريد دائما تحب تشوف هذه المباراة، ليس مثل يعني مدريد خطافي أو مباريات لفرق يعني ضعيفة. إشبيليا دائما كان عندها لاعبين اللي عندهم مستوى جد عالي. نذكروا يعني المهاجم القناص فريديري كانوتي في وقت ما، فابيانو راكيتيتش. كي تشوف عدة لاعبين مروا على هذا الفريق، ناصري سمير ناصري وين لعب في هذا الفريق، فريق إشبيليا.
فريق كبير محمد، وفريق اللي ضم عناصر كبيره واخذ العديد من هذه الكؤوس. هذا نعم. يحسب لهذا النادي ويحسب لاداره هذا النادي. حتى وين تكلمت محمد على من هو السبب، انا نقول لك بلي الحكم هو السبب. تصرفات اللي شفناهم يعني في عبر الشاشه، تصرفات كما تكلمت ليست حضاريه محمد. ان شاء الله ما نشوفوش هالتصرفات في الكره العالميه، نعم. سواء الاوروبيه او الافريقيه او في اي مكان ما. نعم. لكن محمد لازم هذه الهيئه، هيئه اليوفا، لازم هي اللي من تعاقب الحكم محمد. نعم. هي الحكم تايلور السبب في خساره روما، والاخطبوط بونو ايضا تسبب ساعد. في خساره فريق روما. بونو الذي يفوز باللقب للمره الثانيه في مشواره ميدو بعد لقب 2020، وبونو كان حاسم ضد الانتر في 2020. بونو كان حاسم ميدو في العديد من المباريات التاريخية لنادي إشبيليا، وأيضا المباريات التاريخية للمنتخب المغربي. حقيقة واحد من أفضل الحراس حتى في كأس العالم قدم مستوى كبير. نعم. جدا. بونو أنا حبيت تحدثت على كل شيء. حبيت نتحدث على المدرب مانديليبار، المدرب السابق لنادي أيبار. أول لقب في مسيرته، هو كبير في السن نوعا ما مانديليبار. أول لقب أنا بالنسبة لي ما حققه إشبيليا يعود إلى المدرب مانديليبار. لما جاء مانديليبار مسك زمام الأمور خلف المقال خورخي سامباولي. الفريق كان في المركز ال 15 على ما أعتقد، ويعاني، كان قريب على بعد نقطتين فقط من مناطق الهبوط. لما جاء مانديليبار بنفس اللاعبين تغيرت العقلية. كان أقصى مانشستر يونايتد وأقصى اليوفي، واليوم فاز على روما ويتواجد في المركز العاشر على ما أعتقد في ترتيب الدوري الإسباني، وسيشارك رسميا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ما قام به مانديليبار ماهوش أفضل مهاج غوارديولا، لكن جاب هو من غير من شكل الفريق كليا منذ قدومه قبل شهرين من الآن. وإشبيليا يلاحق الآن عظماء أوروبا الخمسة. إشبيليا الذي فاز ب9 ألقاب أوروبية مجتمعة، لا يتفوق عليه إلا ريال مدريد 16 لقبا، برشلونة 12 لقبا، ميلان 9 ألقاب، ليفربول 9 ألقاب، وبايرن ميونخ 8 ألقاب. يعني نادي أصبحت له مكانة مع الكبار. المكانة في أوروبا مع الكبار. كما تكلم ميدو، الفضل يرجع كثير للمدرب، لأننا نعرفوا باللي كان عندهم بوكي سامباولي ومن قبل سامباولي اللي راهو كان عندهم جوليان لوبيتيغي اللي في فولفرهامبتون. يعني هذا الفريق هذا ولو عنده نعرفوا باللي سيبي كانت تلعب دائما على المراتب الأولى، كانت تنافس البارسا وتنافس الريال وتنافس الاتليتيكو، ولكن الموسم هذايا كان كارثه بالنسبه لي، كانت كارثه لهذا الفريق هذا. ولكن بعد وصول هذا المدرب اللي نرفعوا له القبعه، لان يعني لحق هذا الفريق الى النهائي وفاز باوروبا ليغ. ولكن ولو راهو في المرتبه العاشره، نقول باللي يعني الموسم ما نقولش ناجح في الدوري الاسباني، ولكن ناجح في اوروبا. نعم. كريس سمولينغ ايضا خطف الاضواء بادائه الرائع، راقب يوسف النصيري عن قرب وادى واحده من افضل مبارياته هذا الموسم. اعتقد بانه من جانب روما سمولينغ كان الافضل، ومن جانب اشبيليا بونو كان الافضل. شوفوا نقاط قوة فريق إشبيليا هي المهاجم نصيري، ونصيري معروف خطير محمد في الارتقاءات تاعو، أقطع عليه كل الكرات العالية، لاعب اللي يمتاز بارتقاءات جد عالية. ارتقاءات تاعو مثل كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان، دار يعني لي ديطونت اللي دارهم رونالدو، هذا يحسب لهذا المهاجم. لكن سمولينغ محمد شفناه يعني طويل القامة وزيد يعني صوتي، يعني عنده ارتقاء كبير، وين يعني وضعه يعني في الجيب محمد كما نتكلموا. كان ند للند معه. وسمولينغ يعني مدافع شرس، مدافع قوي، مدافع اللي يمتاز بعدة خصائص اللي تسمح له باش يوقف أي مهاجم في العالم. نعم، كريس سمولينغ قدم مباراة كبيرة، خاصة أنه إشبيليا طيلة المباراة هو يلعب على التوزيعات من جهة خصوص نافاس الجهة اليمنى، ولا لما دخل كيك الجهة اليسرى، بوجود لاميلا، بدخول لاميلا وسوسو أيضا براست مكان براين خيل، بوجود أيضا أوكامبوس اللي كان سم قاتل في محور دفاع نادي روما. كل هذه الأمور
اعتقد بانه سمولينغ وبالاضافه الى الحارس ايضا روي باتريسيو، لو انه روي باتريسيو ما كانش عنده عمل كبير جدا مقارنه بياسين بونو. ياسين بونو اللي انقذ اشبيليا من هدف ثاني في دقيقه 89، مخالفه اللي لعبها بيليغريني صغيره نحو سيزار بيلوتي اللي كانت تصدرها تقريبا كي تشوف الاعاده لو بو دي بو دو بو دي دوا، يعني قاسها بهذا الاسبوعين نعم. بالانامل واصطدمت بالقائم وخرجت. آخر خبر يصلنا حاليا أنه إمكانية كبيرة لمعاقبة مورينيو بعد وصول التقارير السوداء ضده في هذه المباراة. قلنا مورينيو احتج كثيرا على قرارات الحكم، لاحقه حتى مرآة بالسيارات وشتمه وأسمعه كلمات نابية، هاجمه خلال المؤتمر الصحفي، اشتبك أيضا مع لاعبي أو بدلاء نادي إشبيلية أجوان جوردان على خط التماس، رمى بالميدالية الفضية. البعض قال بأنه أهداها لطفل صغير، والبعض قال بأنه ألقاها للجماهير. عليها ديجا في الكوميونتي شيلد ضد أرسنال. نعم، إذن تصرفات كثيرة ومثيرة للجدل، بطلها سبيشال وان مورينيو الذي صرح وقال لمسؤولي روما: لقد تعبت الآن. هل هي إشارة أنه سيرحل الآن بعد خسارته اللقب الأوروبي وخسارته للتأهل إلى الشامبيونز ليج رفقة روما الموسم القادم؟ كيف سيكون مستقبل مورينيو؟ سؤال وعلامة استفهام كبيرة ننتظر الإجابة عليها في الأيام القادمة، لأن البي اس جي يتربص بمورينيو وكذلك ريال مدريد يتحدثون عن مورينيو. هل سيبقى مورينيو في روما أم سيرحل إلى فرنسا أو إلى إسبانيا؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القليلة القادمة. أي شيء لم نتحدث عنه في هذا النهائي قاسم؟ لا، هضرنا على كل شيء، بل كنت تكلمت على مورينيو والبي اس جي. نقول لك يعني التاريخ راه معبد لمورينيو في البي اس جي، ولكن راح نشوف يكونوا مشاكل كبار، يعني تاع وين انا هو ولا ناصر الخليفي. مورينيو ما راحش يتسامح مع الخليفي كما كل المدربين اللي فاتوا على البي اس جي، يعني يوقع اصطدام. نعم، غدا نهائي آخر ونهائي كبير وديربي مثير، صدام العمالقة في إنجلترا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ميدو، مباراة كبيرة بين كبيرين وتعد بالكثير. نعم، مباراة كبيرة، مباراة بأهداف متباينة بين الفريقين. عفوا خرجنا من روما. السيتي في طريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية، يريد معادلة، لأنه في إنجلترا اليونايتد فقط من يملك ثلاثية اللي هي الكأس الأفاي كاب ودوري الأبطال والبطولة في نفس الموسم سنة 1999. فقط المانيو هو من يملك ذلك. السيتي يريد اللحاق بالمانيو، والمانيو يريد حرمان السيتي من تحقيق هذا الشيء، يعني معادله متشابكه الخيوط. مانشستر في يده انه يمنع السيتي من تحقيق ثلاثيه تاريخيه ومعادله هذا الرقم. في الجانب المقابل السيتي فاز بالبطوله، ينتظر الافاي كاب في انتظار كما قلت نهائي دوري الابطال، بينما اليونايتد فاز بالكاراباو كاب في انتظار نهائي الافاي كاب، تتويج اليونايتد بالافاي كاب وتاهله لدوري ابطال اوروبا كمركز ثالث ولا مركز رابع، يعني دخوله في المراكز الاربعه الاولى يجعل من موسم اليونايتد ربما انجح موسم منذ رحيل سير أليكس فيرغسون، ما عدا الموسم اللي كان المرتبه الثالثه، ما عدا الموسم ربما اللي كان توج فيه مورينيو سنه 2017 بلقب اليوروبا ليج، بالاضافه الى احتلاله للمركز الثاني. سيكون ربما اول ولا ثاني احسن موسم منذ رحيل السير. السيتي بقوته الهجوميه الكبيره، باسمائه الكبيره الحاضره، في المقابل امام تنهاغ اللي اعتقد ما زالوا بالحرقه هذيك لما خسر ب6 مقابل 3 في ملعب الاتحاد. صح انه فاز في مباراه العوده 2 مقابل 1 بهدف راشفورد الثاني، لكن يبقى وانه نهائي مفتوح على كل الاحتمالات بين عملاقي مدينه مانشستر. نعم، نصل الى التشكيله المحتمله ونبدا بمانشستر سيتي. إيدرسون في حراسه المرمى، وولكر، دياس واكي في خط الدفاع، فوقهما كوسط ميدان ارتكاز رودري وستونز، ثم هالاند في الهجوم، يأتي خلفه 4 لاعبين، على الجهة اليسرى جريليش، على الجهة اليمنى رياض محرز، وخلفه مباشرة خلف هالاند يعني دي بروين وغوندوغان. خطة 3-2-4-1 لغوارديولا
هل هي الأقرب حسين؟ وهل تعتقد بأن محرز سيكون أساسي في هذا النهائي؟ هي الأقرب محمد، هي الأقرب، لأن عودنا المدرب جوارديولا دائما ما يعتمد على هذه التشكيلة في النهائيات ولا في نصف نهائي. دائما ما هذه التشكيلة اللي راهي تلعب سواء في الدوري الإنجليزي أو في الكأس كاراباو كوب أو اليافا كوب، هذه اللي حيلعبوها، وخاصة في رابطة أبطال أوروبا. ونشوفوا صح يقدر يعني يخلي محرز يعني كأساسي ويخلي برناردو سيلفا كاحتياطي. هذا يقعد احتياطي